طب يا جماعة، أنا دلوقتي في أشهر شوارع ميلانو. شارع اسمه بونتي نابليوني. هو من أشهر وأغلى وأرقى الشوارع في ميلانو، أو يمكن أقول لكم ده ثالث شارع على مستوى أوروبا كلها من أرقى وأغلى الشوارع. طبعا البراندز العالمية بأسعار خزعبلية موجودة في الشارع ده. مش هتكلم كتير، أنا هفرجكم معايا. يا جماعة، مبدئيا خليني اقول لكم على شوية معلومات صغيرة كده بسيطة على قد حالي عن شارع مونتي نابليون. هو مبدئيا الشارع قريب جدا من الدومو، هو موجود طبعا في ميلانو. لا مفيش حاجة، ده بس شكل عربية كانت مركونة عجباني. شارع مونتي نابليوني ده يا جماعة يعني عايزة اقول لكم ان هو من قديم الازل. يعني ايه من قديم الازل؟ يعني من ايام الامبراطور الروماني ماكسيمان. وزي ما قلت لكم هو اغلى ثالث شارع في اوروبا. كل المباني اللي فيه مبنية بأسلوب كلاسيكي قوي. في نهاية بقى الحرب العالمية الثانية ابتدى الشارع ده يتحول إلى وجهة موضة ومشهور بأغلى البراندات العالمية. هنتفرج سوا زي ما انتم شايفين على الألمازات واللبس والبراندات والشنط والشوز والحاجات اللي بأسعار خزعبلية حرفيا. يعني مثلا مبدئيا السلسلة دي كانت ب4000 يورو وشوية، لأن الحاجات دي دايموند. عندكم مثلا الحلق الدايموند الظريف اللطيف ده بحوالي 6000 يورو وشوية زي ما انتم شايفين. عايزة اقول لكم ان الذهب الاصفر عندهم قليل جدا. دي برضو عربية وانا ماشية قلت اصورها لكم. فيرزاتشي بقى وجمال فيرزاتشي. طبعا مش قادره اقول لكم في اماكن جوه ممنوع فيها التصوير، وانا حاولت اصور لكم على قد ما اقدر. بالنسبه بس للذهب عشان ما نتوهش من بعض يا جماعه، تقريبا ما عندهمش ذهب اصفر، كله دايموند. يعني مثلا عندكم هنا مثلا فيرزاتشي كان الدريس ب 2500 يورو، الشوز كان ب 900 يورو وشويه، الجلوفز كان ب 1300 يورو. يعني انا مش عايزاكم تتخضوا، ده العادي هناك في الشارع ده يا جماعه. ديور بقى، ديور انا دخلت صورت فيه شويه حاجات، بس طبعا يعني بالعافيه وفي الخباثه كده في الخبيني لان ممنوع. انا شفت شويه شنط جوه احوليت. شايفين الشنطتين دول؟ انا فاكره ان كان في واحده ب 5000 يورو وشويه والتانيه كانت ب 6000 يورو وشويه. طبعا دي ارقام كبيره جدا جدا يا جماعه، ولو ضربتوها بالمصري ده موضوع تاني بقى خالص. دي حاجه على جنب بقى خالص. انا بس هنا بوريكم الديكور بتاع ديور من جوه. حاجه كده فظيعه، موديلات شنيعه، حاجات رهيبه، شنط تجنن. الشنط جوه حلوه جدا برضو. دي عربيه عادي جدا، يعني من ضمن العربيات اللي شفتها في الشارع ده. ما شفتهاش بره الشارع ده يا جماعه. يعني نظره سريعه بس على شكل العربيات. ندخل على التقيل بقى، كارتير. ندخل على التقيل بقى، طبعا كله المازات. انا دخلت جوه حصل لي ايرور في دماغي، ما كانش ينفع ان انا اصور خالص، ممنوع. من جوه حاجه كده خيال، الموديلات خيال، الديكور خيال، الناس اللي واقفه شكلها خيال كده يعني. عندكم هنا مثلا فالنتينو، طبعا زي ما انتم شايفين حاجات رهيبه وشيك جدا وغاليه جدا. حتى المحافظ يا جماعه، يعني المحفظه الصغيره اللي انتم شايفينها دي كانت تقريبا معديه 2000 يورو، عشان براندز طبعا. اللي انتوا شايفينه في الفيديو ده يا جماعه صفر على الشمال من اللي انا شفته جوه المحلات، بس طبعا تصوير ممنوع. رولكس وجمال رولكس وشياكه رولكس، دول بقى يعني فاقوا التوقعات. مش كاتبين اسعار بره، مش حاطين اسعار بره. انتوا تدخلوا جوه تتصدموا وتطلعوا تاني عادي جدا. بصوا الشياكة والرقي يا جماعة، بصوا الشياكة والرقي. الشارع كله جميل بجد. انا انبهرت بشوية يعني لبس وحاجات رهيبة، بس الاسعار زي ما انتم شايفين يعني غالية جدا بالنسبة لبره.
بصوا هنا كمان، يعني انا فاكره ان السكيرت دي تقريبا كانت ب 900 يورو على ما اعتقد يعني. انا عايزه اقول لكم حتى الناس اللي موجوده جوه المحلات دي بتشتري، يعني تحسوا ان هي من عالم تاني بجد حقيقي من عالم تاني. ده شكل الشارع بقى بعد ما خرجنا منه. هو شارع كبير وليه يعني متفرع منه شوارع كتير. ده لما خرجنا بره الشارع خالص، وهو طبعا عشان قريب من الدومو، فانا خدت بعضي وجري طلعت على الدومو. بعد ما خلصنا بقى الشارع ده وطلعنا على الدومو زي ما انتم شايفين، لقينا عرض حلو قوي هفرجكم عليه. فرجوا بمزاج بقى وشوفوا الفن. Insieme, eh? Non ho sentito colpi fondo, in testa. Fondo, adesso. Dai, da attaccare prima. 3, vamos.